الأخبار الموجزة اليوم الثلاثاء. صرحت وزارة الدفاع الوطني إن 262 جنديا من الوحدات المركزية والفيالق الإقليمية تخرجوا من التدريب الديني والعسكري والمهني لقيادة التدريب القتالي المشترك. صرحت الهلال الأحمر الأفغاني: بدأنا بزراعة 555 شجرة مثمرة وغير مثمرة داخل مباني المديرية العامة مع حلول الربيع. قدمنا تسهيلات كثيرة من حيث الواردات وانخفضت الأسعار بشكل ملحوظ، وأكد أن الأسعار لن ترتفع خلال صيام هذا العام. وصلت حزمة مساعدات إنسانية نقدية بقيمة 40 مليون دولار إلى أفغانستان، وتم تسليمها إلى أحد البنوك التجارية في العاصمة كابول. صرحت قيادة شرطة كابول إن قوات أمن المنطقة الثالثة عثرت وضبطت عددا من الأسلحة الخفيفة والثقيلة. صرحت وزارة الداخلية في سلسلة توزيع الزي الرسمي لشرطة الحدود تم تسليم أزياء جديدة لموظفي ميناء شملزي في مقاطعة زابل. صرحت دائرة الإحساء والمعلومات في مقاطعة بغلان إنها جمعت بعد حكم الإمارة الإسلامية أكثر من 22 مليون أفغاني من توزيع 65,079 بطاقة هوية إلكترونية. صرحت بلدية الكابول تم بناء سوق جديد وفتحه في منطقة تشلستون بالمنطقة السابعة.